أهلا بكم أصدقائي. نقدم لكم من خلال هذه السلسلة من الفيديوهات مجموعة من الدروس والتمارين حول الإملاء لا ديكتي. فكما يعلم الجميع فتمارين الإملاء مفيدة جدا، حيث يمكنكم تعلم كلمات جديدة وكذلك كيفية كتابتها ونطقها. وفي هذا الفيديو الأول سنتمرن على نص قصير يتضمن حوالي 25 كلمة، وهو بعنوان Voici mon ami. Voici mon ami، أي ها هو صديقي. سأقرأ عليكم أصدقائي النص أولا، عليكم فقط أن تستمعوا إلى النص حتى تكونوا الفكرة العامة دون الكتابة، أنصتوا فقط. Voici mon ami. Mon ami Rachid est un garçon unique. C'est mon meilleur ami. À l'école, je travaille toujours avec lui. Nous nous aidons beaucoup. Point. بعدما قرأت عليكم النص كاملا سأقرأ عليكم النص بالتأني كلمة كلمة، عليكم أن تكتبوا ما تسمعوه وسنقوم بعد ذلك بالتصحيح. إذن استمعوا واكتبوا. Voici mon ami. Voici mon ami. هذا هو العنوان. الرجوع إلى السطر. Mon ami, mon ami Rachid. Mon ami Rachid est un garçon unique. Mon ami Rachid est un garçon unique. Point. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Point. À l'école, virgule. Je travaille toujours. Je travaille toujours avec lui. Je travaille toujours avec lui. Point. Nous nous aidons. Nous nous aidons. Nous nous aidons beaucoup. Nous nous aidons beaucoup. Point. سأعيد قراءة النص من الأول. Voici mon ami. هذا كان العنوان. Mon ami Rachid est un garçon unique. Point. C'est mon meilleur ami. Point. À l'école, virgule. Je travaille toujours avec lui. Point. Nous nous aidons beaucoup. Nous nous aidons beaucoup. Point. ننتقل الآن أصدقائي إلى التصحيح. Correction. العنوان Voici mon ami، ها هو صديقي. النص Mon ami Rachid est un garçon unique. لاحظوا الحرف الأول من الجملة يكتب دائما ماجيسكول، أي حرف كبير. Mon ami Rachid، لاحظوا رشيد هو اسم علم، nom propre، أسماء الأعلام يعني أسماء الأشخاص أو أسماء المدن تكتب بحرف أول كبير ماجيسكول. est un garçon unique. et هو تصريف فعل الكون être في الحاضر الدلالي، le présent de l'indicatif. un garçon unique. garçon، لاحظوا حرف السي يحمل سي دي تحته، لأن أردنا أن ننطق حرف السي كحرف اس، إذن نضيف لا سي دي تحته أمام حروف او و يو و ا. est un garçon unique. فريد. Mon ami Rachid est un garçon unique، أي صديقي رشيد هو ولد فريد من نوعه. point. عندما نكتب نقطة فإن الحرف الذي يليها مباشرة يكتب كذلك ماجيسكول، لأنه يعتبر بداية للجملة. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. إنه صديقي المفضل. point. نقطة. À l'école، في المدرسة. لاحظوا أن
لديها علامة نطقية. هذه الأ هي حرف جر للدلالة على المكان. في المدرسة à l'école virgule فاصلة. Je travaille toujours avec lui. Je travaille verbe travailler مصرف في le présent de l'indicatif. Je travaille أنا أعمل. toujours دائما toujours adverbe وهو ظرف. Je travaille toujours avec lui أي أعمل دائما معه. نقطة. Nous nous aidons beaucoup. nous aidons beaucoup. هنا الفعل المصرف هو s'aider أي ساعد أو تساعد. المعنى في الجملة هو أي نساعد بعضنا كثيرا. nous aidons beaucoup. هذا الفعل هو من الأفعال الضميرية les verbes pronominaux. والضمير المنعكس هنا هو nous الثانية. nous nous aidons beaucoup أي نساعد بعضنا كثيرا. نقطة. أتمنى أصدقائي أن تكونوا قد استفدتم من هذا الإملاء. لاقتراحاتكم ولتساؤلاتكم لا تنسوا أن تتركوا تعليق أو تراسلوا صفحتنا على الفيسبوك. نشكركم على حسن المتابعة وإلى إملاء آخر وإلى اللقاء.